اسمك كده محمد مين هو؟ بركة. معك أبو طلال من المملكة العربية السعودية، ولله الحمد. تعرفنا على الدكتور خالد كوكو من طريق اليوتيوب، وبحثنا والحمد لله يعني جينا السودان، سوينا العملية وركب الجهاز، والحمد لله من اليوم الأول يعني في بوادر إيجابية، في حركة بسيطة، في حركة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس في حركة في الأرجل مش؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. تمام، ممتاز ممتاز ممتاز. أنت لأول مرة تجي السودان؟ أنا أول مرة أجي السودان، صحيح. والله. تمام، مية مية. ربنا يشفيك إن شاء الله اللهم آمين، اللهم آمين الله إن شاء يبارك الله. فيك، تسلم بالشفا كده. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. ومعانا هنا مستر خالد. السلام عليكم. يا مستر. ده طبعا انا دكتور خالد الشاغل اليومين دي الواتساب، يمكن الناس قالوا فيني ما لم يقول في مالك في الخمر يعني. طلعوا لي عدد كبير جدا من السير الذاتيه وغيره وكده. لكن حقيقه يا جماعه انا بس دار اوصل للناس فكره بسيطه. الموضوع بتاع العلم بتاع النيورو موديوليشن ده ما حاجه جديده، لكن احنا عندنا في السودان متفاجئين. يعني احنا اصلا عملنا للمريض ده يعني تحفيز للنخاع الشوكي. التحفيز للنخاع الشوكي اصلا الفكره بتاعته بتتبني على انه المخ بيعمل يعني في الحركه بصوره عامه. اذا الشخص داري يمشي بتيجي اشاره من المخ للنخاع الشوكي، للدوائر الحركيه الموجوده على مستوى النخاع الشوكي، وفي اسفل منطقه الصدر تحت بين الفقره او المنطقه بين 11 و12 و L1 وكده، في حاجه اسمها السنترال باترن جنريتور او المركز بتاع الحركه الرئيسي الموجود على مستوى النخاع الشوكي. يعني احنا كل ما بنعمله هنا انه بعد ما تحصل اصابه بيحصل فصل للاشارات الجايه من المخ والمنطقه اسفل منطقه الاصابه. يعني احنا بنقوم بنزرع الكترودز او اقطاب بتزرع اسفل المنطقه بتاعت الاصابه، وفيها انتينا بتكون تحت الجسم زي حكايه البسميكر بتاع القلب ده. وعندنا اكسترنال ديفايس. الاكسترنال ديفايس ده جزء خارجي، في الجزء الخارجي ده في اكسترنال، في جزء خارجي ده اللي بيشتغل، اللي بعمل تحفيز للجزء الداخلي. بتخطه فوق. هسه احنا حنجيب الليسون ونوري الناس يعني انه الجهاز بيشتغل كيف. الغيمه او الفكره من انه الهدف من العمليه ان نحن نخلي المريض يستعيد جزء من الحركه بتاعته، ويستعيد جزء من المساله بتاعت التحكم والاحساس. اذا نحن قدرنا نساعد المريض في انه يعني يستطيع انه يحفظ التبول او الاخراج لحد ما يمشي الحمام دقيقتين او ثلاثه، افتكر انه ده انجاز، وده احساس انك انت ما بتحسه الا تكون انت بتعاني منه، عشان الناس ما تتكلم ساكت يا جماعه. ونحن داخل السودان هنا عندنا 2 مرضى. عندنا مريضه عندها اصابه في الظهر قبل كم سنه، والان ما شاء الله الاحساس بتاعها رجع بصوره تقريبا كويسه. هي المذيعة اللي كان في قناة النيل الأزرق وقعت في من الكوبري الحلفاء. ايوه، عندنا واحده من الابيض عندها اصابه في البريكل بلكسس او في الضفيره العصبيه قبل 17 سنه، عمرها 5 سنوات كان. يعني من المفارقات انه حصل لها حريق في اليد لدرجه انه حصل شواء، ما كانت يعني شعربه ولا الناس شموا الريحه يعني. ده بيدل انه كان ما في احساس. الان الاحساس رجع بصوره ممتازه جدا، الحركه بتاعت اليد رجعت والعضلات زادت. ونحن ان شاء الله في حلقات جايه في برامج من البرامج بتاعت التلفزيون ان شاء الله حنتكلم عن حالات ونجيب المرضى. المريض ده سعودي، يعني بغض النظر انه جنسيته سعودي وهسه قاعد معانا، يمكن انا قاعد في الغرفه سعودي ولا سوداني ولا تشاد. يعني احنا في النهايه الهدف بتاعنا انه والله في حاجه اتعملت. يعني احنا كده ما نخلي الاصل بتاع القضيه ونفكر في ما بعدها انه العمل خلى السعوديه وقام للسودان. العمليه ده منو والدوين. احنا في هدف محدد وفي علم محدد دارين نوصله للناس. احنا بنفتكر انه الان الحاجه الشغالين فيها دي بنفتكر انها فيها ثوره، رضا من رضا او رفض من رفض. نحن الان في صراع بتاع علوم الان، ونحن دارين الان في كميه من المرضى، في كميه من المصابين في الحروق في الحركه وغيره، بيحتاجوا الناس يبحثوا لهم عن بصيص بتاع امل. وده الجهاز، ده الفكره بتاعت الجهاز. ده الجزء الخارجي. دي يمكن البطاريه بتاعت الجهاز، يمكن دي البطاريه. وهنا انا برفع المستوى بتاع الدرجات فيه، وبغير هنا الموديل بتاع الاستيموليشن هنا.
شفتها هنا، شايف ده الموديل بتاع الاستيميوليشن شغال، وده المستوى هنا انا برفع زي ما داير يقلل لحد فوق ويشتغل هنا. ده الجزء الخارجي بيشيل الجزء ده بيخطها على الانتنه الداخليه زرعناها مثلا هنا عند الرجال عند المريض بتكون موجوده، وبوصل من هنا بتجينا اشارات من هنا بتكون راديو ويفز، من هنا اشارات بتاعت راديو، وبتصل للانتنه الداخليه بتتحول للالكتريكال ستيميوليشن. الالكتريكال